في العلاقات كاين واحد الموقف كيتكرر بزاف. المرأة كتبغي تهضر في شي موضوع والراجل بحال الا كيدير بلوكاج، كيسد ودنيه وكيبان انه مبقاش باغي يسمع. اليوم غادي نحاولوا نفهموا بالضبط علاش كيوقع هاد الشيء. راه ماشي قلة اهتمام، ولكن كاين تفسير علمي ونفسي وراه التصرف. يلا بينا نكتشفوه. شوفوا هاد الجملة بالضبط، واش ماشي ديجا هضرنا في هاد الشيء؟ كتخلق إحباط كبير عند الطرفين. المرأة كتحس براسها ماشي مسموعة ومتجاهلة، والراجل كيحس بضغط كبير. ولكن السؤال الحقيقي هو شنو كيوقع في دماغ الراجل في ديك اللحظة باش كيوصل لهاد ردات الفعل؟ الجواب كيف غنشوفوا ماشي بسيط كيف كيبان، ولكنه منطقي جدا ملي كنفهموا الآليات الداخلية ديالو. اول حاجه واهم حاجه خاص واحد يعرفها، هذا البلوكاج ماشي اختيار واعي، يعني هو ماشي كيقرر انه غادي يتجاهل الهضره، الدماغ ديالو هو اللي كيدخل في واحد الحاله ديال الحمايه الذاتيه بشكل اوتوماتيكي، تماما بحال ملي كيترمش عينيك فاش كيقرب ليها شي خطر، هكاك الدماغ ديالو كيرمش وكيسد على راسو. وهنا فين كاينه النقطة الحاسمة. خاصنا نحيدوا فكرة اللوم ونبدلوها بالفهم. ملي كنبداو نشوفوا هذا السلوك كرد فعل عصبي ماشي كرفض شخصي، النظرة كلها كتبدل. الشريك ما بقاش كيبان كخصم، ولكن كشخص كيتعامل مع واحد الضغط داخلي كبير. وهذا التغيير الصغير في النظرة ديالنا هو اللي كيفتح الباب باش نلقاو حلول حقيقية. هذه الظاهره عندها سميه علميه، الفيضان العاطفي. تخيلوا معايا الدماغ بحال شي سيركوي كهربائي، ملي كيكون فائض ديال المشاعر او ضغط او معلومات اللي كيعتبرها الدماغ هجوم، كيوقع بحال شي كور سيركوي. في ديك اللحظه بالضبط الدماغ كيطفي الاجزاء المسؤوله على التحليل المنطقي والسمع المتعاطف باش يحمي راسه من الانهيار. والدراسات العلميه كتورينا هادشي بوضوح. هذا الرسم مثلا كيبين لنا الفرق العصبي. الابحاث كتقترح ان دماغ الرجل غالبا بسبب عوامل تطوريه وهرمونيه عنده ميل انه يقلل النشاط ديال مركز العواطف ديالو بسرعه كبيره فاش كيحس بالخطر او الضغط. هادشي ما كيعنيش انه ما كيبقاش يحس، لا، ولكن الاليه الدفاعيه ديالو باش يرجع للحاله الطبيعيه هي انه يطفي داك الجزء بسرعه. مزيان، إذا دابا فهمنا بيولوجيا شنو كيوقع، اللي هو الانسحاب التلقائي. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو هو علاش اصلا كنوصلوا لهاد الحاله؟ السبب الجذري كيف غنشوفوا كاين في واحد الفرق كبير في اللغه اللي كيهضر بها كل واحد، او بتعبير اصح الهدف اللي كيقلب عليه كل واحد من وراء التواصل. اغلب سوء التفاهم اللي كيوقع كيجي من هاد جوج ديال الاساليب المختلفه في الهضره. طرف اللي هو غالبا المراه كيقلب على الالفه والرابط، يعني المشاركه العاطفيه، والطرف الاخر اللي هو غالبا الرجل كيقلب على التقرير، يعني تبادل المعلومات وحل المشاكل. كل واحد فيهم كيقلب على حاجه مختلفه تماما من نفس المحادثه، وهنا فين كيبدا الصداع. باش نبسطوها، بالنسبه للراجل الهضره عندها هدف عملي ومباشر، خاصها توصل شي نتيجه لشي حل. ولكن بالنسبه للمراه الهضره بحد ذاتها هي النتيجه، هي الطريقه باش كتحس بالقرب والتواصل والتفاهم، وهذا الفرق راه هو كل شيء. وهذه الجمله كتلخص الصراع كامل. هي فاش كتقول نهضروا كتشوفها كدعوه دافئه للقرب والتواصل، وهو كيسمعها بحال شي صفاره انذار كتعلن على ان كاين شي مشكل جديد خاصو يلقى ليه حل دابا. ومن هذه النقطه كل واحد فيهم كيدخل للنقاش بنوايا وتوقعات مختلفه تماما، بحال الا كل واحد داخل لشي اجتماع مختلف على الاخر. اذا دابا يلا نجمعوا هذه القطع ديال البازل كامله، غنربطوا بين هذه الفروقات في التواصل وبين رده الفعل ديال الفيضان العاطفي والانسحاب. هنا فين غتبان لنا الصوره كامله، وغنفهموا علاش كلمه التكرار كتولي كلمه مؤلمه بزاف وكتحفز داك البلوكاج. هذا هو السؤال المهم. إذا كان الهدف هو غير التواصل، علاش هو كيسمعها كهجوم؟ الجواب كيف غنشوفوا ما كاينش في النية ديالها، لا، ولكن في المنطق الداخلي ديالو هو، وفي واحد الحاجة عاطفية أساسية عنده اللي كتكون مهددة بلا ما يكون القصد هو تهديدها. هذه هي السلسلة ديال الأحداث اللي كتوقع في دماغه خطوة بخطوة. ملي كيتعاود نفس الموضوع هو ما كيعتبرهاش محاولة جديدة للتواصل، لا، كيشوفها كإشارة واضحة على أن الحل اللي قدمه أو فكر فيه ما كانش كافي، يعني فشل. كيحس بالضعف وأن الكفاءة ديالو مشكوك فيها، وباش يحمي راسه من هذا الإحساس القاصح بالفشل أسهل حاجة هي ينسحب. بالنسبة ليه الانسحاب أحسن من أنه يبقى يحس بالفشل مرة أخرى. وهذه هي النقطة الحاسمة. كيف ما المرأة عندها حاجة أساسية للشعور بالحب والأمان، بزاف ديال الرجال عندهم واحد الحاجة عاطفية أساسية للشعور بالاحترام والكفاءة، يعني يحس أنه مقدر وقادر يحل المشاكل. ملي التكرار كيمس هاد الحاجات واخا عن غير قصد، ردة الفعل ضروري كتكون دفاعية باش يحمي تقديره ذاته. مزيان، دابا فهمنا المشكل بعمق. الجزء الأهم دابا هو كيفاش نلقاو الحلول، والخبر الزوين هو أن الحلول ماشي معقدة.
كتبدأ بتغييرات بسيطة وعملية، وأولها وأغربها يمكن هو تغيير الوضعية الجسدية ديالنا فاش كنهضروا. تغيير بسيط جدا من وضعية وجه لوجه لوضعية جانب لجانب قادر يغير مجرى الحوار كامل. علاش؟ لأن وضعية المواجهة بيولوجيا كتحفز روح المنافسة والدفاع، بينما وضعية جنب لجنب بحال فاش كيكونوا الناس كيتمشاو أو في الطوموبيل كتوحي بالتعاون، كتوحي بأنكم كتشوفوا في نفس الاتجاه باش تحلوا المشكل، ماشي كتهاجموا بعضياتكم. الابحاث كتبين ان الرجال كيحسوا براحه اكثر ملي كيهضروا وهما كيديروا شي نشاط اخر. الضغط ديال التواصل البصري المباشر كينقص، ما كيبقاش يحس براسو تحت المجهر. ديك الحركه او النشاط المشترك كيعطي الدماغ فين يركز وكيخلي الهضره تخرج بطريقه طبيعيه وعفويه، ماشي بحال شي استجواب رسمي. دابا وصلنا للجزء الأخير والأكثر عملية. إلا كانت المشكلة هي أن كل واحد كيهضر بلغة مختلفة، إذن الحل هو أن نتعلموا بعض الجمل الأساسية من اللغة ديال الآخر. كاينين استراتيجيات وكلمات محددة اللي قادرة تبني جسر فوق داك سوء التفاهم. هذا الجدول كيعطينا أمثلة عملية. الخانة اللي على اليمين تمكين حل للمشاكل، كتخاطب الحاجة ديالو للاحترام والكفاءة. جمل بحال كنتيق في القدرة ديالك تحل هادشي، كتعطيه الإحساس بالتقدير. والخانة اللي على اليسار تقدير المشاعر، كتعترف بالمشاعر ديالو وكتحقق الحاجة ديالها للتواصل والتفاهم بجمل بحال عندك الحق تحس هكا. الفكرة هي نوازنوا بين هاد الحاجتين بجوج. هذه الجملة بالذات بحال شي مفتاح سحري. علاش؟ لأنها كتحقق جوج حوايج مهمة في نفس الوقت. الجزء الأول، أنا كنثق فيك تقدر تحل هذا المشكل، كيخاطب مباشرة الحاجة ديالو للشعور بالكفاءة والاحترام، كيطمنوا أنه مازال هو البطل في القصة. والجزء الثاني، ولكن دابا محتاجة ليك غير تسمع ليا، كيعبر بوضوح وبلا اتهام على الحاجة ديالها في ديك اللحظة اللي هي فقط الرابط العاطفي والاحتواء. إذن نقدروا نلخصوا الحل في خطة بسيطة ديال 3 خطوات. أولاً نعترفوا بالفيضان ونطلبوا استراحة، هاد الشيء كيعطي الدماغ الوقت باش يرجع للحالة الطبيعية ديالو. ثانياً نعاودوا التواصل جنباً لجنب باش نخلقوا بيئة آمنة وتعاونية للحوار. وثالثاً نستخدموا جمل كتبدا بأنا، هاد الشيء كيخلينا نعبروا على المشاعر ديالنا بلا ما تبان كهجوم على الشخص الآخر. في النهاية الغاية ماشي هي واحد فينا يتغير كامل ويولي بحال الآخر، لا، الغاية هي نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع احتياجات بعضياتنا. الراجل محتاج يحس بالتقدير والاحترام، والمرأة محتاجة تحس بأنها مسموعة ومفهومة، والتوازن بين هاد جوج الحاجات هو أساس أي علاقة صحية. الفهم هو الخطوة الأولى والأهم للتغيير. ماشي بالضرورة نتفقوا على كل شيء، ولكن إلا فهمنا منين جاي الشخص الآخر كنقدروا نبني جسور ديال التواصل اللي كانت مقطوعة. إذن السؤال ماشي هو شكون اللي غلط، ولكن شنو هي أول خطوة صغيرة نقدروا نديروها اليوم باش نبدأ ونهضروا لغة بعضياتنا بشكل أحسن. فكروا فيها.